عارفين العند؟ عارفينه صح؟ عارفين العند لما يختلط بالندم بعد ما تكتشف ان انت كنت غلطان؟ تعرفوا بقى ان ده من اخطر الحاجات جوانا. انا مهند 22 سنة، عايش حياتي بعند. عايز اعمل لنفسي شخصية مستقلة بذاتها، مش عايز اشغلكم بحاجة تانية. انا هحكي اللي حصل لي بالظبط. كل شوية اسمع مقولات غريبة متخلفة: بلاش تقف في الحمام بالليل، بلاش تبص في المراية، بلاش تصرخ في الحمام، بلاش تغني في الحمام. كل شوية بلاش بلاش، لحد ما نشفت دماغي في مرة وقلت لازم اكتشف صحة الحكاوي اللي ملهاش اي لازمة دي وبنفسي. اصل صراحة زهقت من اخواتي وصحابي اللي دايما يحكوا لي حكايات خرافية، قال يعني بتخوف. اللي يقول لي شفت البت ازهار جارتنا حصل لها ايه، دي اتلبست في الحمام. واللي يقول لي يا ابني انت بلاش عناد، هما كده كده حوالينا والعياذ بالله وسامعينك دلوقتي، بلاش تلعب في عداد عمرك. واللي يقول لي تعرف انك لو رميت ميه سخنه في الحمام هتتلبس وهيطلعوا لك ومش هيسيبوك في حالك. تخاريف من دي كتير وتخلف وجهل. بصراحه ما كنتش مصدقه لحد ما كبروها في دماغي والعند عماني وحصل اللي حصل. في يوم قررت ما اتخلاش عن اللي فكرت ان اعمله. رحت على المطبخ، جبت حله كبيره وحطيت فيها ميه وغليتها، مسكتها ومشيت بيها على الحمام. الوقت كان قبل الفجر، يعني على الساعة 3 كده. كل اخواتي كانوا نايمين. رحت على الحمام، بصيت في كل مكان جوه الحمام وقلت بكل برود ها لما نشوف هيحصل ايه. بلا جهل وعبط. وحصل فعلا. دلقت المية المغلية في الحمام وعلى الأرضية، وقفلت الباب وبكل قوة زعقت. محدش سمع طبعا، كله كان نايم. قلت ها يلا انتوا فين؟ يلا يا حبايبي يا امامير يا معشر الجهل، يلا ما طلعتوش ليه؟ غريبة يعني. على فكرة انا ما بخافش، ها يلا. ده اللي حصل. كل اللي فات من قصتي كنت انا بشخصيتي الاولى، شخصية مهند العنيدة اللي ما بيهمهاش اي حاجة، واللي جاي كله شخصية جديدة هتتعرفوا عليها كويس. بعد ما عملت كل ده ما حصلش اي حاجة كنت متوقعها طبعا. دخلت اوضتي بروح الانتصار ان انا مفيش زيي، وان فعلا كل اللي هما بيقولوه ده جهل وغباء وخرافات ملهاش اي اساس من الصحة. لكن قبل ما انام شفت اجسام بتتجسد في الستارة اللي قدامي. كنا في الشتاء طبعا والهوا بيطوح الستارة ومطرة، يعني جو للرعب خرافة. كنت بشوف في الستارة دي كائنات صغيرة كده اكنها جوه الستارة ومحبوسين. الهوا يخف شوية ترجع الستارة تاني لمكانها، وهكذا. الموضوع بيتكرر كذا مرة، وقلت يعني ممكن اكون بتهيأ. لكن اللي مش تسلية اني اشوف نفسي واقف قدامي. ايوه، شفت نفسي طالع من الستارة وواقف قدامي. فضلت واقف قدامي ما اتحركتش، عامل زي الصنم. وسط كل ده لقيت السرير بيترج بيا وانا قاعد عليه. فضل السرير يترج بيا لحد ما فاض بيا وصرخت بحركة مش متوقعة. لقيت المخلوق اللي شبهي ده في لمح البصر جه ووقف قدامي وقال لي محدش هيسمعك، انا هدفعك تمن اللي انت عملته ده عمرك. ايوه انت السبب في اذيته، انت السبب. حاولت انطق واقول له هو مين اللي انا السبب في اذيته. ما قدرتش حتى اتكلم ولا اقول حاجة. بس ظهر من وراه حوالي 9 اجسام صغيرة، كانوا قصيرين جدا، كل واحد فيهم حوالي متر او اقل كمان.
أجسام كلها شعر، وبلمح البصر نطوا ودخلوا تحت اللحاف. كل ده اختفى حواليا بعد ما سمعت صوت خبط جامد على بطني. ما كنتش قادر اقوم حتى، ولسه في علامات ذهول على وشي. مستغرب، مش مستوعب. الخوف سيطر عليا، وبدأت اتوقع اللي هيحصل لي في المستقبل منه. وعرفت ان القصص اللي اتقالت لي دي مش خرافات. ما ردتش، وصوت الخبط سكت. لمحت حاجة بتجري على السقف، تتبعتها لقيتها تلاشت في العدم. بصيت على دراعي بعد ما حسيت بوجع جاي منه، لقيت كدمات زرقاء بتظهر على دراعي، وحاجة زي ما يكون بتمشي في دراعي. في اللحظة دي في حاجة مسكت رجلي وسحبتني جامد. عافرت على قد ما اقدر ورجعت تاني على السرير، ونفسي مش قادر اخده. صوت دقات قلبي بقت اعلى من صوت نفسي. تخيل قاعد على السرير، فوقي كائنات بتتحرك على السقف، وعلى دراعي كدمات زرقاء، وحاجة بتمشي عليا، وعند رجلي صوابع صغيرة بتشدني. وفوق كل ده اتسحبت البطانية من عليا بسرعة البرق. ربنا بجد بيحبني علشان فقدت الوعي في اللحظة دي. فقت لقيتني في وسط كائنات كتير من الكائنات القصيرة السوداء اللي كنت شفتهم في الأول. عدد يفوق المئات بل الآلاف من الكائنات دي، وكلهم شبه بعض ومن غير رجول ولا ملامح. وانا واقف وسطهم وهم حواليا وبيتحركوا بسرعة كبيرة جدا. فضلت ابص عليهم واستغرب مكاني اللي واقف فيه وعددهم المهول. فضلت اخبط برجلي واحاول اخلص نفسي من اللي انا فيه، لكن كل اللي حواليا وقف. سبته في مكانهم فجأة، وبعدها سمعت خطوات جاية من ورايا، وفضلت الخطوات دي تقرب علي، وبصوت عالي جدا قال: احتلوا جسده، سوف نعذبه قبل حرقه. احتلوا جسده، سوف نعذبه قبل حرقه. طبعا احرقوه دي كان المقصود بيها انا، يعني انا حرقت واحد منهم، فعشان كده بينتقموا مني. حاولت اتكلم بسرعة، لكن اتضح لي ان بقي متخيط. بصيت على دراعاتي لقيتني متقيد. بدأت احس بوجود حرارة شديدة ورايا. مع كل كلمة كان بيقولها كانت كل الكائنات القصيرة دي بتدخل في جسمي. بعدها سمعت صوت مش عارف ده ايه، صرخة ولا نواح ولا ايه بالظبط، معرفش الصراحة. مش عارف بقى فات قد ايه. المهم صحيت لقيتني على سريري وحواليا اهلي، ولا اكن اي حاجة حصلت بالنسبة لهم. بس كنت شايف اجسام كتيرة قوي على السقف، ما نزلتش عيني من عليهم. حاسس اني متبنج مشلول، نص فايق ونص مش في وعي. سمعت صوت راجل جنبي بيقول كلام غريب. بصيت على الراجل ده لقيته لابس اسود في اسود وماسك حاجة ما كنت شايفها، نتيجة ان عيني بدأت تزغلل. الراجل ده بيقول كلام مش مفهوم ادى لانه اغضبهم وبدأوا يحرقوا في جسمي. ما كنتش قادر استحمل من كتر الوجع. اصعب حاجة في كل ده اني حاسس بكل اللي بيحصل حواليا، شايفهم وشايف الراجل ده وهو بيقرا، ومش عارف اقوله. عايز اقوله كفاية ما تقراش، بس ما قدرتش. نفسي بدأ يضيق واتخنق وفقدت الوعي تاني. بعد كل ده فتحت عيني لقيتني نايم في مكان ابيض، وسامع صوت جهاز جنبي والفت نظر امي فعلا وحصل. امي حست بيا، لفت وشافتني، بصت عليا واترمت في حضن اخويا محمود. استغربت هي ليه عملت كده. لقيت اخويا سعد جه قاعد جنبي وطبطب على ايدي وقال لي الحمد لله على سلامتك، احنا كنا فين؟ انا اتضح لي اني نايم على سرير في مستشفى. بعد فترة قمت ورجعت البيت، كل ده وانا فاقد النطق تماما، لحد ما عرفت ليه امي نفرت مني لما شافتني. لان وشي كان محروق. ايوه وشي اتحرق، ومش وشي بس، لا ده جسمي كله اتحرق وبقيت عبارة عن عظم، عامل زي الموميا بالظبط. عينيا كلها بقت حمرا. قعدت على سريري واخواتي الاربعة وامي قاعدين حواليا وفاكرين اني نايم. سمعتهم بيتكلموا مع بعض. محمود قال يا امي
الحمد لله ان هو عايش. انا كنت بشوفه بالليل بيمشي وبيروح الحمام، ولما كنت بنادي عليه ما كانش بيرد، ويقعد جوه الحمام بالساعات. رد عليه احمد اخويا وقال له يا عم اسكت، انا كل يوم بالليل كنت بسمع صوت الخلاط شغال لوحده ولما كنت بدخل ما كنتش بلاقي حد، بس بسمع صوت في اوضه مهند، ولما كنت بقرب من الباب كنت بسمعه بيتكلم مع حد جوه. اخبط عليه ما كانش بيرد، وحتى الصوت اللي كنت بسمعه بيسكت لما بخبط. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اختي علياء قالت لهم عارفين لما كان بيقعد جنبي بنتفرج على التلفزيون كنت بسمع صوت طالع منه كده زي صوت الكلاب. والله كنت بخاف منه قوي. رد عليهم اخويا عبد الله مهند عمل حاجه في الحمام. في يوم كده من شهرين دخلت لقيت حله كبيره مرميه في الحمام بالليل، رحت خبطت عليه، كان عامل نفسه نايم. حسيت فعلا ان هو عمل حاجه غلط. ساعتها امي قطعتنا كلنا وقالت مش دي المشكله، الحمد لله انه هو كويس، لكن المشكله ان دخلت بيتي دجال. اخويا محمود قال لها يا امي ما انت شفتي لما كنا بنقرا عليه القران كان بيعمل ايه، كنت عايزانا نسيبه كده يروح مننا وبعدين هو اللي غلطان. صراحه بقى عنده هو ده اللي وداه في داهيه. اظن ان الكلام اللي فات قدرتوا تعرفوا حصل ايه بالظبط، بس اللي اقدر اقوله لكم ان انا خلصت قصتي. انا عارف ان في منكم هيتجاهلها وانها ممكن ما تكونش مرعبه بالقدر الكافي، بس هدف القصة دي مش الرعب قد ما هو الموعظة. أيوة الموعظة. أنا عايز أقول لكم بلاش عناد في مواضيع زي دي ممكن تنهي حياتكم. مواضيع خلت عشيرة كاملة تلبسني وتوريني الويل وتخلي دجال في النهاية هو اللي يخرجهم مني. مواضيع خلت أهلي يحبسوني في البيت في أوضتي ومقفول عليا وبيدخلي الأكل والمية ويادوب بطلع للحمام. بس مواضيع وصلت عيلتي إنها تخاف تلمسني بعد ما اتشوهت، حتى بعد ما اتأكدوا من الدجال إن الموضوع خلص، بس هما مصممين إني أفضل محبوس بعيد عنهم وبعيد عن الناس أحسن لهم. أرجوكم بلاش عناد، حاولوا تحترموهم وتسيبوهم في عالمهم، احترموا خصوصياتهم. بلاش الفضول والعناد يوديكم لطريق مسدود نهايته مهلكة. وعلى فكرة قبل ما اختم عايز اقول لكم حاجة اخيرة. انا فقدت القدرة على الكلام مع عالم الانس،